السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى انا جايبه لكم فيديو، اتمنى كده تعملوا لي لايكات وكمان تكتبوا لي كده كومنت حلو تشجعوني بيه. انا كنت منزلة فيديو من كام يوم. وشفت منكم تعليقات حلوة قوي، بصراحة شجعتني قوي وقلت لا، لازم انزل كل حاجة انا بعملها. بجد بشكركم على كل كومنت انتوا عملتوهولي، وكمان بشكر كل اللي اشتركوا في القناة وبجد بحبكم قوي، ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا. طبعا انا جيت هنا البيت، انا كنت ساكنة عند جنب ماما. كنت قاعده يعني جنب ماما، ودي شقتي، دي اصلا شقتي، بس كنت سايباها يعني، كان قاعد فيها اخويا. ورجعت بقى الشقه تاني بقى، وقلت ايه انضفها، لان كنت بقالي فتره طويله قوي ما رجعتش بيتي. رجعت بقى كده وظبطت كده الدنيا. كان الرف بتاع المطبخ من فوق، اللي هو الرف الجزء التاني، كان واقع كده نص واقعه، خليت جوزي رفعهولي وثبتهولي عشان ما يقعش عليا يعني وانا واقفه. وبعدين مسكت بقى الخشب بالباور، وشلت بقى منه الدهون، لان كان عليه كمية دهون رهيبة. كانت الدهون كتيرة جدا، ما كنتش عارفة اتصرف ازاي. وده دولاب الخزين، مش عارفة اعمل فيه ايه، اشيله من المطبخ خالص ولا اوضبه واظبطه وادهنه كده نفس اللون المطبخ بتاعي. المطبخ ده من زمان، الخشب بتاعه قديم يعني، بس حلو جدا قوي والايد بتاعته منه فيه. بس عاجبني قوي بصراحة، مش عايزة افرط فيه. فكرت ان انا اجيب مطبخ جديد، بس رجعت في قراري يعني. بس ممكن اغير لونه بس وكده، مش اكتر من كده. بس كده بقى، هشيل بقى الارفف دي كلها، هشيل كل حاجه جوه الارفف وهنضفه وهرتبه بقى ايه بالترتيب. هغير بقى الجزء ده كله. طبعا انا الاول مسكت الخشب نضفته بالباور، وبعد كده مسكت الرخامه البيضه دي، قلت انضفها اخليها بقى ايه زي الفل. لقيت ان الموضوع مش نافع خالص. المهم غسلتها ونضفتها، وقلت احط فيه احط له يعني اللهم صل على النبي، ستيكر اللي هو اللاصق ده، اللي هو الجالاكسي. عجبني اللون الاسود، وهحط بقى اللون الاسود باذن الله. دلوقتي انا هشيل الستيكر اللي هو محطوط على الحيطه ده، لان كان تحتيه برضو ستيكر تاني ما كانش عايز يتشال بصراحه. مش عارفه اشيل خالص الستيكر، لما بيتلزق ما بيرضاش يتشال بسهوله. لو حد ليه عنده يعني طريقه ازاي بيتشال، يا ريت يقول لي عشان اعمل يعني الطريقه ديت. تمام. المهم انا بحاول كده اشيل الستيكر ده خالص، وبعد كده هحط مكانه اللي هو الستيكر الفوم. مش ستيكر، اللي هو اللي عامل زي البلاط ده كده، هو اللي هو الفوم الابيض. تمام، عشان انور المكان ده هخليه برضو ابيض. هشيل بقى الاستيكر ده خالص. حاولت كده اشيله، والله ما كانش عايز يتشال خالص. تعبني جدا في شيله. و... واخر ما يئست بقى خالص، قلت لا خلاص، انا ايه هلزق الورق الفوم عليه. هتشوفوا دلوقتي. هزهق وامل بجد، ما كنتش قادره يعني، عملت كتير جدا، وكمان المطبخ عايز شغل كتير كتير فوق ما تتخيلوا. انا بس الفيديو دوت عملت الجزء ده اللي كنت اقدر عليه يعني، ده الجزء اللي انا قدرت اعمله دلوقتي. وبعد كده هبقى اعمل بقى جزء كده في المطبخ هتشوفوه. لان صعب اعمل يعني اصور فيديو يعني بالمطبخ تشطيبه بالكامل صعب. وغير كمان ان كان في حاجات كنت عايزه اغيرها، فاكيد هتاخد معايا وقت. المطبخ يعني لسه هياخد معايا وقت في انه انا اديله الشكل النهائي بتاعه. تمام. شلت بقى كده المطبخ اللي هو الجزء التحتاني ده وتخير يعني ايه، حطيته كده على جنب. وبعدين مسكت بقى الجزء ده كله، وهحط له بقى الورق الفوم ده. طبعا انتوا كلكم عارفينه يعني. تمام. انا اول مره احطه هنا هوت في المطبخ عندي، قلت اجربه برضو هينور لي المكان ده، هيدوله كده نظافه وشكل كده حلو. تمام. بس كنت متضايقه ان انا بحطه على الستيكر، لاني قست فعلا ان انا اشيله يعني. المهم حطيت كده الستيكر زي ما انتم شايفين، وكمان خرمت خرمين كده في الستيكر في الحيطه. علشان عندي كنبه برضو، الكنبه دي كانت مليانه دهون، غسلتها ونضفتها، وقلت برضو ايه خرمت لها يعني مكان كده للديكور. هو اساسا اهي الكنبه اهي، كنبه كده صغيره تتمسمر يعني وتتحط. تمام. انا هنا كنت بوريكم ان الخشب بقى نضيف جدا وزي الفل بعد ما عملته بالباور. ما دعكتوش لا بليفه ولا باي حاجه. وهنا الرخامه دي كانت اللي هي الرخامه البيضاء اللي كنت بحاول انضفها، نضفتها ونعمتها. وبعدين رحت حطيت عليها الستيكر الاسود ده. الاسود كان عاجبني قوي اللون ده.
مش عارفه يعني، هو جوزي بيقول لي كنت حطيت اللي هو اللون الابيض، بس انا مش عارفه، حابه اللون الاسود. قولوا لي بس رايكم حلو اللون الاسود ولا لا. تمام. بس كده، وحطيت بقى على الكنبه كده الديكور دي اللي في المطبخ. حطيت لها كده كام فازه كده صغيره عشان تدي شكل حلو. وبس كده، اهو ده كده الجزء اللي انا عملته. اتمنى بس تعملوا لي لايكات، وتكتبوا لي كده كومنت حلو وتقولوا لي رايكم. انا هنا الخشب نضفته خالص، بقى ناعم جدا، بقى زي الفل، ما بقاش عليه اي دهون خالص. فعلا باور رهيب رهيب يا جماعه. اللي ما جربش باور قبل كده على الاخشاب عنده يجربه، لو عنده دهون ولا اي حاجه، لو المطبخ بتاعه خشب زي كده يجربوا بجد. هتنبهروا بجد من المفعول بتاعه. تحفة بجد، تحفة رهيب جدا. شايفين الشكل ده كده؟ الشكل ايه، الشكل النهائي للجزء ده. لان لسه المطبخ فيه اجزاء كتير قوي، زي السقف وزي ناحية الشفاط وزي البوتاجاز وزي الغسالة، غسالة الاطباق، وناحية غسالة الملابس. بصوا انا هظبط لكم المطبخ ده، هتشوفوه حاجة تانية خالص. بس انا بوريكم بس انا وصلت لايه. وصلت الجزء دوت، خلصته ونضفته كله، وخلصت الارفف بتاعته كمان، وظبطت كده كل حاجه جوه الارفف ورصيتها، ونزلت كل الحاجات دي من فوق المطبخ. دي كانت مكنه الايس كريم ومكنه ورق العنب. وشلت الحاجات دي. انا عندي في الشقه يعني زي اوضه كده طويله. الاوضه ديت منور مقفول، يعني كنت سداه مفيهوش يعني، سداه كده زي سقف آه، يعني جبس، اسمه ايه، اسمنت. المهم يعني عشان خاطر احط فيه او احفظ فيه اي حاجه ما تتبهدلش. انا بحط في المنور ده اي حاجه انا مش عايزاها دلوقتي وهستخدمها بعدين. تمام. شلت كده ونضفت فوق المطبخ ومخليتش فوقيه اي حاجه خالص. وده كان الشكل النهائي بعد ما رصيت كده ايه، استند الفناجين بتاعه القهوه، وكمان الكنك والصواني والمجات. زي ما انتم شايفين كده، ده الشكل كده النهائي اللي انا حبيته وارتحت له، وحسيت كده براحه نفسيه، وحسيت كده ان العيد كده هيدخل عليا وانا مبسوطه. شايفين الخشب بقى نضيف خالص ازاي وبيلمع، بقى حلو قوي. انا مبسوطه قوي من الشكل دوت. اتمنى تقولوا لي رايكم ايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وده كده اللي انا وصلت له في النهايه في الجزء ده بس. تمام. ايه رأيكم بقى؟ استاهل كام لايك؟ تنسونيش بقى باللايك يا حبايبي. ربنا يخليكم ليا ومتحرمش منكم ابدا. وكنت فرحانة جدا جدا بالكومنتات بتاعتكم اللي في الفيديو اللي قبل ده على طول، اللي هو بتاع الميزانية بتاعة البيت. بصراحة عجب ناس كتير قوي، والميزانية عجبتكم. ويا رب كده الفيديو ده كمان يعجبكم. والسلام عليكم بقى ورحمة الله وبركاته. اشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله.